السلام عليكم. حد كان يتخيل ان السعوديه تعمل كومباك ضد الارجنتين وتكسب 2-1؟ اهو سامسونج عملت نفس الحوار في الابديت بتاع السوفت وير ال1 يو اي 5. بعد ما سامسونج كانت اخر شركه بتبعت التحديثات وكان يا دوب هم تحديثين وخلاص، بقت اول شركه بعد جوجل او مع جوجل بتبعت اندرويد 13 للمستخدمين، واللي في كتير منهم هيجي لهم 3 نسخ اندرويد كمان. فسريعا، سواء انت معاك موبايل سامسونج او بتفكر تشتري، خليني اقول لك سامسونج بعتت ايه السنه دي وايه الجديد في واجهتها الجديده ال1 يو اي 5. اول حاجه هتلاحظها اول ما تعمل الابديت هي ان موبايلك بقى سلس. هتلاقي الانيميشنز اتحسنت جدا في الموبايل، الموضوع بقى سلس في التنقل بين التطبيقات، ويمكن دي كانت اكتر حاجه بتدي انطباع ان واجهتها ابطا من المنافسين. والكلام ده على كل الموبايلات اللي جالها التحديث بالمناسبه، يعني مش الاس 22 الترا او الاس 22 بس، لا، هو كل الموبايلات عموما اللي نزل لها التحديث الدنيا بقت سلسه، الانيميشنز بقت اسهل، الموضوع بقى سلس كده. والسلاسه دي برضو هتلاقيها في الكاميرا بعد ما الشاتر سبيد بقت اقل بكتير وما بقتش محتاج تستنى ثانيه او 2 ما بين الصوره واللي بعدها. بس خلينا نتكلم في الكاميرا دي بعدين عشان في جالها كذا ابديت، مش بس واحد او مش هو الشاتر سبيد بس، فهنتكلم عنها بشكل اكبر قدام شويه في الحلقه. بس خلونا دلوقتي نبدا بالهوم سكرين. سامسونج جابت شويه حاجات من جود لوك وخلتهم موجودين على طول في السيتنجز. الهوم سكرين بقى ممكن تختار انها تتغير كل شويه بشويه صور. يعني دلوقتي مثلا ندخل على الوول بيبر اند ستايلز، بعد كده تدخل على الوول بيبرز. هنا هتقدر تلاقي اوبشنز كتير بقى عندك، سواء ان انت تختار صور من الجاليري او صور عشوائيه من سامسونج. وفي مكان انت ممكن لو رجعنا ورا كده هتلاقي حاجه اسمها كولر باليت. الكولر باليت ده هو بيبقى كذا اوبشن، يعني انت مثلا ممكن تختار ان هو ياخد الالوان من الصوره الخلفيه بتاعه الموبايل فياخد الوان منها ويخليه ده الكولر باليت بتاع الموبايل كله، او ان انت تختار من الالوان اللي موجوده اوريدي اللي موجوده قدامك دي، او ان انت تكستم لون بنفسك، يعني ان انت ممكن تعمل لون بنفسك او حاجه. والالوان دي كلها بتبقى زي ما انت شايف كده في الجزئيه اللي من فوق دي، بتبقى متطبقه في النوتيفيكيشن، بتبقى متطبقه في الكول، بتبقى متطبقه في كل حاجه تقريبا. يعني دلوقتي مثلا زي ما انت شايف المود دلوقتي هو واخد ازرق في بنفسجي، انا لو غيرت اي لون في اي الحاجات دي مثلا وخليت ابلاي، عملت كده مثلا كده، كل حاجه هتبقى باللون ده. ومش بس كده، كمان انت ممكن تخلي ده كمان على الاب ايكونز. يعني لو عملت كده هتيجي تشوف الاب ايكونز دلوقتي كلها خدت الباليت ده بتاع الالوان. اللوك سكرين برضو بقى فيها شويه ادوات من اللي كانت موجوده في لوك ستار. هم الحقيقه شافوا ابل عملت ايه في اي او اس 16 وشالوه من لوك ستار وحطوه في السيتنجز بتاعه الموبايل. يعني انت دلوقتي تدخل على السيتنجز بتاعه اللوك سكرين، هتقدر ان انت تغير شكل الساعه، هتقدر ان انت تغير التاريخ، حجمهم، لون الفونت بتاعهم، ومكان ايكون النوتيفيكيشنز. بس للاسف السوفت وير ما بيتعرفش على الصور ويحط الساعه وراها عشان يديها دبس زي الاي او اس 16 وكده. بس مش مشكله، الويدجتس ما اتغيرش فيها حاجات كتير، يمكن طريقه عرضهم بقت مختلفه، بس اهم تغيير هو ان بقى ممكن تحط اكتر من ويدجت في مكان واحد. يعني لو رجعنا هنا كده مثلا ودوسنا على كده وفتحنا الويدجتس، بيبقى عندك اوبشن ان انت تحط اكتر من ويدجت في مكان واحد. وفي ويدجت جديده بقى اللي هي السمارت سجستشنز او سمارت سجستشنز، دي بتديك اقتراحات او حاجات لتطبيقات او كده، او حاجات للاعدادات، او بتفضل تقترح عليك يعني حاجات زياده. احنا ضفناها مثلا كده وعملنا اد موجوده اهي. هي طبعا الاقتراحات دي بتبقى على اكتر التطبيقات اللي بتستخدمها، التطبيقات اللي هو عايزك تستخدمها، يعني بتبقى بالشكل ده. يعني نرجع بقى للكاميرا وتعديل الصور، عشان ده اكبر ابديت يعتبر وصل للموبايل. زي ما قلت لك كده الشاتر سبيد بقت اسرع. يعني دلوقتي لو فتحت الموبايل طبعا هو مش ظاهر لان هو خلفيه سوداء، خلينا نرفع الموبايل شويه كده. زي ما قلت لك كده الشاتر سبيد بقى اسرع بكتير. يعني دلوقتي تقدر زي ما انت شايف كده، انت بتاخد اكتر من صوره، ما بتستناش ثواني ما بينهم علشان وقت طويل علشان تاخد اكتر من صوره في نفس الوقت. هو ما كانش وقت طويل بس يعني كان اطول من اي فلاج شيب تقريبا في السوق. ولما تدوس على اختصارات الزوم بقى يظهر لك شريط الزوم اللي بيظهر لما تقرب بايديك الاثنين. يعني مثلا لو عملت كده البار بتاع الزوم نفسه بقى بيظهر دلوقتي في الموبايل بالشكل ده. دي حاجه برده ما كانتش موجوده قبل كده. وكمان دلوقتي بقيت تقدر تحط اخيرا ووتر مارك، سواء عباره عن اسمك، تحط تاريخ، تحط ايا كان اللي انت عايزه. بتقدر ان انت تكستم الووتر مارك، تكتب اللي انت عايزه فيها. مثلا ممكن اشيلها دلوقتي اكتب ارتك، اقدر احدد برضو مكانها
او هحدد الخط بتاعها، وممكن استبدلها او ازود عليها التاريخ والتوقيت بتاع الصوره. فده كله بقى كاستمايزابل يعني، او يعني قابل للتخصيص، تقدر ان انت تلعب فيه براحتك دلوقتي. فدي برضو كانت من الحاجات البسيطه اللي سامسونج ما كانتش موفراها من غير اي سبب مفهوم. نيجي للصور. قبل كده عشان تاخد اي تكست في صوره على موبايلك كانت متصوره او سكرين شوت حتى، كان لازم ان انت تشغل جوجل لينس يا اما تشغل بيكسبي فيجن. دلوقتي انت بس كل اللي هتعمله هنفتح مثلا الصوره دي وليكن، هتدوس على حرف التي او رمز التي اللي موجود تحت ده، دوسه وهو بيجيب لك كل التكست او بيحدد لك كل التكست اللي انت ممكن تاخده كوبي او تعمل بيه ايا كان بقى انت عايز ايه على طول. فدوس على الثلاث نقط، ممكن تاخد التكست ده لكليب بورد او تعمل بيه اي حاجه انت عايزها. دي حاجه. والحاجه الثانيه الاهم بقى من ده كله ان العمليه دي بتحصل على الموبايل من غير ما تحتاج ان موبايلك يكون اصلا متوصل بالانترنت. فدي كده بقت ميزه قويه جدا بصراحه، ان الموبايل نفسه وانت مش متوصل بالنت وان هو يسيرش على الصوره والتكست اللي فيها ويترجمه وكل الكلام ده كله، انت دلوقتي بقيت تقدر تعمل ده من غير ما تكون محتاج ان انت تتوصل بالانترنت. يعني ده كويس من ناحيه، ومن ناحيه تانية ان انت خلاص خصوصيتك موجوده، مش كل صوره تاخدها عليها تكست تشير مع خلق الله كلهم. ولو فاكر ففي iOS 16 ابل خلت انك تدوس على اي جزء من الصوره تسحبه بره الصوره او خلاص او تعمل له كوبي، تقدر ان انت تستخدمه بقى تبعته في شات تعمل بيه اي حاجه زي كده. فسامسونج عملت حاجه شبه كده شويه، هي مش دايركت ان انت تدوس وتسحب، بس انت دلوقتي لو مثلا فتحنا صوره، دي صوره انا كنت مصورها مثلا لكرسي عادي جدا، فممكن ندوس دلوقتي على الايديت، بعد كده تدوس على السلكشن تول دي، وبعد كده بتختار الجزء اللي انت عايزه لوحده كده. هو بياخد لك الجزء اللي انت عايزه ده، بتدوس نيكست، خلاص هو بقى ايه، بقى صوره لوحده بي ان جي بخلفيه شفافه، انت تقدر تستخدمها او تبعتها او تعمل بيها ايا كان اللي انت عايزه. والكلام ده طبعا مع كل الشيبس او الاوبجكتس اللي انت ممكن تصورها حتى لو اشخاص يعني، فاهم؟ فدي برضو ميزه قويه جدا. والميزه بقى هنا الزياده ان الموضوع يعني هو مش دقيق في بدايته، بس انت ببساطه جدا ممكن تزود الجزء اللي عامل له سيلكشن، عشان مثلا لو عايزين رجل الكرسي زي ما انت شايف كده، ومثلا مش عامل سيلكشن لرجل الكرسي، فاحنا ممكن نضيفه بالشكل ده زي ما انت شايف كده. الكرسي كله بقى معايا، بدوس كده الكرسي كله معايا، صوره بي ان جي زي ما بقول لك، خلفيه شفافه تقدر تبعتها وتقدر تعمل بيها كل اللي انت عايزه. والزياده كمان في الاديتور بتاع الصور بتاع الابلكيشن الجاليري، ان بقى فيه دلوقتي ستيكرز وحاجات ممكن تضيفها على الصوره. يعني ممكن لو دوست على ستيكرز هنا، انت بقيت تقدر تحط ستيكرز اللي هي بشيبس معينه، وتقدر طبعا تكستم شكلها وما الى ذلك. والاجمد من كده بقى ان انت ترسم. يعني دلوقتي مثلا اقدر ارسم سهم بالشكل ده كده مثلا، وتخلي ايدك عليه ثانيتين، بيتحول السهم لشيب اللي انت رسمته بايدك ده، بيتحول لشيب. فدي برضو ميزه قويه جدا، يعني ان انت دلوقتي تقدر ترسم، واللي انت عامله هو طبعا عمره ما هيكون مظبوط 100%. مثلا دلوقتي لو رسمت دايره وليكن، هي دايره طبعا عشوائيه زي ما انت شايف، هو بيحولها لشيب مظبوط، مقاساته مظبوطه وكل حاجه مظبوطه. فدي ميزه بصراحه عجبتني جدا يعني. بعد كده في شويه حاجات ما لهمش علاقه ببعض سامسونج ضافتها برضو في الابديت الجديد. مثلا في الريسنت ابس بقى بيظهر لك عدد الابلكيشنز اللي شغاله في الخلفيه. يعني مثلا دلوقتي لو رفعت كده زي ما انت شايف فوق، هتلاقي 2 اكتيف ان باك جراوند، دي عدد الابلكيشنز اللي مفتوحه في الخلفيه، مش في الريسنت ابس. يعني هم مش في الابس اللي مفتوحه دي، لا دول في الباك جراوند اصلا شغالين لوحدهم، علشان لو عايز تعمل لهم ستوب يعني مثلا زي كده، خلاص كده انا وقفت الابلكيشن، فمش هيكون ظاهر لي غير ابلكيشن واحد بس اللي هو طبعا سامسونج كابتشر، مش عشان انا مشغله يعني. فدي ميزه مهمه ثانيه. تاني حاجه ان انت دلوقتي اخيرا بقيت تقدر ان انت توقف الاوبشن بتاع ان الموبايل ياخد من الاستورج عشان يوديه للرام. يعني سامسونج في العادي كانت بتخليك تضيف او تاخد من الاستورج او من الميموري كارد بتاعها 2 جيجا لغايه 8 جيجا في الرام بتاعه الموبايل. مثلا لو كتبت هنا كده رام، هو رام بلس، دلوقتي بقى عندك اوبشن ان انت توقف الاوبشن ده خالص عن طريق ان انت بس او تعمل له كده، بس محتاج ريستارت طبعا فاعملها بعدين. بس ان انت دلوقتي توقف الفيتشر دي لانها ساعات بتبقى مزعجه، ساعات بتبقى محتاج الاستورج دي اولويه عندك قصاد الرام مثلا، ما بقتش اجباري دلوقتي، انت بقيت تقدر توقفها. وممكن برضو من مكان الريسنت ابس، يعني انا لو فتحت كده مثلا، انا اقدر دلوقتي ادوس على ايقونه التطبيق ده مثلا اللي هو السيتنجز العاديه، اخليها فلوتنج او اخليها في المالتي تاسكينج اللي هي دروب هير مثلا، وافتح ابلكيشن تاني تحت وما الى ذلك. ببساطه جدا انا بعملها
بدوسه من الايكون نفسها بتاعه الابلكيشن، او اخليها فلوتنج مثلا بالشكل ده واعمل فيها اللي انا عايزه بقى. يعني ده كده بالنسبه للفيتشرز بتاعه الريسنت ابس. برضو من الحاجات اللي كنت بتعملها زمان، او يعني غالبا لسه كلنا بنعملها لغايه دلوقتي، هي انك مهما كانت اجهزتك كلها انجليزي بتخلي الاي تي ام بالعربي. ما ليه ما تفهمش، بس بحس ان انا مطمن وهي عربي. نفس الموضوع ده بقى موجود في اندرويد 13، ومش في موبايلات سامسونج بس، هو بقى في كل الموبايلات اللي بتشتغل باندرويد 13 دلوقتي هيبقى فيها الموضوع ده. هتقدر ان انت تغير لغه اي اب بصوره منفصله عن باقي السيستم. الموضوع ده بيبقى مفيد طبعا في تطبيقات البنوك او اي برنامج تعليمي. غالبا التطبيقات دي بتعتبر ان لغه الموبايل هي لغتك الام، وده طبعا مش الوضع بالنسبه لناس كتير في الشرق الاوسط. فدي برضو ميزه مهمه جدا، ان انت دلوقتي هتقدر تخلي كل تطبيق ليه لغته مالهاش علاقه بلغه الموبايل نفسه. برضو زمان في النوتيفيكيشنز كنت بتحدد ان هل كل حاجه هتظهر على لوك سكرين ولا ايكونز بس من غير محتوى، اللي هي كنت بتدخل على السيتنجز مثلا، تدخل كده على السيتنجز، بتروح على اللوك سكرين، وبعد كده تيجي على نوتيفيكيشنز تو شو، وهتحدد يا اما هتهايد الكونتنت يا اما هتظهر الكونتنت. ما كانش فيه اوبشن تاني. لا دلوقتي بقى فيه اوبشن جامد دلوقتي بقى، ان انت لما تدخل على كل تطبيق، يعني مثلا لو فتحنا الابس ودخلت على تطبيق وليكن على وضعك، فتيجي على النوتيفيكيشنز بتاعه التطبيق ده، انت قدامك كذا اوبشن تقدر ان انت تحدد النوتيفيكيشنز هتظهر ازاي على لوك سكرين، واذا كنت عايز تظهر التطبيق ده ولا لا. يعني هي ما بقتش عامه على كل التطبيقات، انت كل تطبيق بتقدر تختار اذا كان يظهر على لوك سكرين ولا لا. فدي برضو فيتشر لذيذه جدا بصراحه، وانا شخصيا يعني دي مهمه بالنسبه للخصوصيه. ونفس الفكره برضو في الكونتاكتس، يعني كل كونتاكت دلوقتي بقى ليه رنه وفايبريشن معين وصوره الباك جراوند المكالمه، وحتى الفيديو كولز بتقدر تختار برضو عايزها من الشبكه ولا جوجل دو ولا عباره عن ايه. فالموضوع برضو بقى متطور شويه، والموضوع بقى اوبشنال، ما بيبقاش يفرض عليك اي حاجه او سيتنجز معينه، انت خلاص هو ده الديفولت بتاعك مثلا علشان تفضل مكمل عليه على طول. اما اخر واهم ميزه بالنسبه لي وبالنسبه لك بقى، فهي المينتننس مود او وضع الصيانه. ده ببساطه مود بتفعله في الموبايل لو هتديه لحد او هتوديه محل صيانه مثلا، عشان وهو بيستخدم الموبايل ما يكونش ليه اكسس على اي حاجه في الموبايل. كل اللي بتعمله ان انت بتدخل على السيتنجز، بعد كده باتري اند ديفايس كير، وهتلاقي تحت خالص اخر حاجه المينتننس مود. هتيجي عند المينتننس مود ده، هتقوم عامل تيرن اون، هيطلب منك ان انت تراستر ولا لا، هتقوم قايل له ماشي راستر. دلوقتي هو بيراستر، هو بيدخل في وضع المينتننس او وضع الصيانه. وضع الصيانه ده عباره عن الموبايل بيبقى عباره عن موبايل جديد، معلوش اي كونتنت، معلوش اي ابس، معلوش اي حاجه، كانك لسه مشتريه حالا. هو الحاجات بتفضل موجوده فيه بس ما بتبقاش ظاهره لايا كان اللي بيستخدمه لغايه ما يقفل الوضع ده. وحتى لو وصله بيو اس بي بلابتوب مثلا، هيظهر له الموبايل اوكي، هيكونكت الموبايل يعمل كل حاجه، لكن مش هيظهر غير فولدرات فاضيه. فالموضوع ده جامد جدا. وعلشان تقفل المينتننس مود انت لازم طبعا تكون عارف الباسورد بتاع الموبايل. هو حتى بيفتحوا له من غير باسورد ومن غير اي حاجه، الموبايل بيفتح كانه زي ما بقول لك لسه طالع من العلبه بتاعته. فالمود ده مهم جدا علشان البيانات بتاعتك، عشان لو في صور في الجاليري، علشان اي حاجه. دي فيتشر مهمه جدا لاي حد بصراحه. زي ما انت شايف كده الموبايل بيفتح من جديد، بيفتح كانه بيفتح اول مره اصلا. هو كل ده علشان لو في مشكله في الهاردوير مثلا، حد يعمل له كاميرا، يعمل له حاجه في الشاشه او ايا كان، هو بيرجعه لك كانه جديد اول مره يستخدم. خلينا نعلي بس الاضاءه سنه. زي ما انت شايف كده كل حاجه جديده، مفيش تطبيقات، كل التطبيقات اللي كانت قدامك قبل كده مش موجوده، مفيش اي حاجه. هتيجي بقى علشان تخرج من المينتننس مود مثلا، هتقوم دوس يعني قبل بس ما خليني اعمل كده، الجاليري زي ما انت شايف كده فاضيه، كانت مليانه من شويه وانا عمال اعدل في الصور وكل الكلام ده. فانت عندك موبايل جديد تماما، ده اللي بيكون في ايد الشخص اللي بيعمل صيانه للموبايل. نرجع بقى للمينتننس مود عادي عشان نقفل اكزيت ريستارت. هنا بقى بيطلب البن او البصمه بتاعتك، فخليني كده سريعا. بيراستر الموبايل من تاني وبيرجع الموبايل زي ما كان في الاول عادي جدا، مفيش داتا راحت، مفيش اي حاجه، انت في امان تماما. او القطعه اتغيرت او ايا كان الموبايل كان فيه ايه اتصلح، بس محدش وصل لاي حاجه. ودي مش كل حاجه جديده في الون يو اي 5. سامسونج مثلا يعني في حاجات كتير اللي زودتها في جود لوك بشكل منفصل، يمكن قد الحاجات اللي زودتها هنا في الابديت كله. فلو عايز حلقه كامله عن الموضوع ده او عن جود لوك تحديدا، قول لي تحت في الكومنتس. واخيرا قول لي ايه اكتر ميزه عجبتك في الابديت الجديد ووصل لك ولا لسه، وما تنساش اللايك والسبسكرايب. سلام.